السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم ان شاء الله. اي حاجة ان شاء الله اقدمها لكم تنول اعجابكم وتكون عند حسن ظنكم حبايب قلبي. وحشتوني جدا. انا اسفة وبعتذر عن الفترة اللي عدت ديت، ما نزلتش لكم اي وصفة من وصفاتي الاقتصادية اللي احنا بنشارك مع بعض وننزل وصفاتنا مع بعضنا. كان في ظروف وما قدرتش ان انا انزل لكم اي وصفات نهائيا الفتره اللي عدت دي. المهم بقى يعني كانت فتره ملخبطه كده شويه. وتعالوا بينا بقى نعمل وصفه جميله النهارده كده. هنعمل ايه النهارده يا ام انس؟ وصفه اقتصاديه جدا جدا جدا. كشري مصري بس بطريقه المطاعم التحفه الخرافه. بتجهزي كده طبق كشري كده وتقعدي تاكليه اكنك قاعده في مطعم بالظبط ومتقدم لك طبق الكشري. حتى يا حبايب قلبي في نفس كده بيكون في الست البيت المصريه، بيخلي الاكل كده ريحته تحفه بجد. هتشميه وهتشوفيه بالتكات والحركات بتاعت ام انس. حط اللايك بقى حبيبه قلبي، وكمان اعملي اشتراك لو مش مشتركه وتابعيني. هتلاقي وصفاتي كلها ان شاء الله اقتصاديه وباقل مقادير موجوده عندك في البيت. هتعملي اي وصفه انت محتاجاها وعايزاها، مش هتعطلي على اي حاجه مش موجوده معاكي في الوصفه. ممكن الوصفه تتعمل من غيرها. انا عملت الكشري المصري وفجأة كده، يعني فجأة كده اولادي قالوا لي يا ماما اعمل لنا كشري كشري كشري. المهم حاضر في نفس اليوم وفي نفس اللحظة، وانا ما عنديش امكانياته. ايه الامكانيات اللي ما كانتش عندي؟ ما عنديش حمص، ما عنديش زواق كزواق يعني كده حاجة كده للوصفة. بس اكتفيت بالحاجة الموجودة عندي، والوصفة كانت جميلة جدا 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 ورائعة. تعالوا بينا حبايب قلبي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي الله كده ونبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوف عملنا مع بعض ايه النهاردة كده في الكشري الجميل وتركاته وحركاته وكل حاجة جميلة فيه ما شاء الله. كان جميل جدا. معايا حبايب قلبي العدس بتاعنا، عدس الجبة. جبت ربع كيلو من العدس ونقيته كويس جدا وبليته وغسلته شوية وبليته في مية وركنته على جنب كده. طبعا زي ما انا شرحت لكم ان انا فجأة يعني عملت الكشري. حابة ان انت تنقعي العدس بجبة دوت فترة اطول مني، انقعيه بيكون احسن والذ كمان. انا نقعته تقريبا ساعة بالظبط. تمام. عمال ما انا جهزت بقى بقية الحاجة وخلصت شغل بيت كده جنبه. كان عدى ساعة على تنقيع العدس بجبة. جبت بقى شوية بصل كويسين محترمين كده علشان الكشري المصري سوري يا حبايبي، ما بيحلاش طبعا غير بالبصل المقرمش الجميل بتاعي. وعملتهم طرنشات رقيقة خالص زي ما انتوا شايفين كده. حابة تعملي بالسكينة اعملي، بيكون برضو بس رقاقي بقى معاكي الطرنشات كده. حابة ان انت تعمليه بالمبشرة بتاعة البطاطس زي ما انت شفتوا كده بالجهة بتاعة الشيبسي. اعمليه. انا بعمله كده اسهل احسن واسرع. تمام. تعالوا بقى هنا حبايب قلبي نحط عليه كمان معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا ونقلبهم تقليبة كويس كده ونركنهم على جنب جنب العدس كده. ونشوف هنعمل ايه تاني. حطيت مية على النار حبايب قلبي بقى كده، وضفت في قلبها يعني ذرة من الملح ومعلقة من الزيت كده للمكرونة. نسلق المكرونة بقى. حطيت نص كيلو مكرونة من الصغيرة اللي انتوا شايفينها ديت، وعليهم كمان نص كيلو مكرونة من الاسباجيتي. كسرتها صغير كده زي ما انتوا شايفين وضفتهم على بعض في قلب الحلة. ياخدوا كده معايا سلقة بسيطة كده. مش عايزين طبعا ان احنا ايه نسلقها قوي قوي عشان ما تعجنش مننا. تمام. في الوقت ده حبايب قلبي والمكرونة على النار، جبت البصل بقى بتاعي وجبت شوية من الزيت، كوباية تقريبا كده من الزيت في قلب حلة. وحطيت البصل بتاعي وخد معايا اللون الجميل يعني بصوا لون تحفة ما شاء الله وكمان مقرمش جدا جدا. وطلعت دور وحطيت الدور التاني عملتهم على دورين علشان طبعا مش هحط كمية البصل كلتها لا عشان ما تطرش معايا وما تاخدش وقت كتير في التحمير بتاعه. زي ما انتوا شايفين اللون جميل جدا وكمان حامص جدا جدا وبيقرمش. تمام.
كده خلصت البصل بتاعي حبايب قلبي. نقصت الزيت بتاعي بقى في حاجه كده، وليكن معاكي طبق اي حاجه كده صغيره، بتنقصي الزيت وبتاخدي كميه بسيطه كده يعني ايه. تعالوا بقى نعمل ايه الرز والشعريه بتاعنا الجميل جدا. بصوا بجد تحفه، كنت تاكليه حاف كده من غير بقيه مكونات الكشري، جميل جدا. حمرت فيه كميه الزيت، نفس الزيت اللي احنا بنحمر بيه البصل، احنا هو اللي بنشتغل بيه حبايب قلبي. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، حمرت بقى كده نص كيلو من او ربع كيلو ناقص شويه من الشعريه. تمام. اللون الجميل بتاع الشعريه دوت يفضل ان هو يكون غامق، ما يكونش افتح من كده. تعالوا بينا حبايب قلبي بقى، يكون غسله برضو معايا نص كيلو من الرز، غسلاه كويس جدا وسبته ان هو يصفى من الميه بتاعته، وحطيته على طول على الشعريه بتاعتي لما اتحمرت. تمام. واديت لهم تشويحه كده مع بعض 5 دقايق كده على النار تشويحه. وبعد كده صفيت العدس بجبه بقى اللي انا نقعاه وضفته عليه كمان، وسبته كمان يتحمص له تحميصه جميله كده 5 دقايق كمان. تمام. في الوقت ده حبايب قلبي حطيت شويه بهارات معايا، البهارات الموجوده معايا الجميله، بهارات السبع بهارات لو موجودة عندك، ما عندكيش عادي حطي 1 ماجي وافركيه عليه كده، بيكون جميل جدا. وفي الوقت ده حبايب قلبي بكون حاطه ميه على النار تغلي معايا للرز. ما ينفعش في المرحله ديت ان انا اضيف ميه ساقعه على الرز بتاعنا، علشان هيستوي معايا بسرعه، وفي نفس الوقت الرز سخن ومتحمص واخد له تحميصه جميله كده، فلازم نضيف عليه ميه بتغلي. تمام. وجا وكمان ظبطت الملح بتاعه حبايب قلبي. سوري انا شرقانه قوي مش عارفه ليه. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. المهم حبايب قلبي نكمل الوصفه بتاعتنا. ده الرز بقى حبايب قلبي بعد ما شرب الميه بتاعته وبقى جميل زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده. هديت عليه النار خالص زي شمعة كده منورة تحته، بس ان هو يتردد بقى كده ويكون جاهز معايا. في الوقت ده خلاص لميته اهو، واغطي عليه واسيبه ان هو يستوي براحته. عقبال ما اعمل مجهز بقى جنبه كده الصلصة بتاعتنا الجميلة بتاعت الكشري الرائع اللي احنا متعودين ناكلها في المطاعم بقى، وريحتها بتكون ممتعة كده وعاطيه نفس كده، وجو في الشارع كده وانت ماشيه يعني لو ماشيه كده جنب مطعم بتشمي ريحه الدقه وريحه التقليه بتاعته كده، يعني حاجه بصوا جميله جدا. شويه توم محترمين كده بقى وبدقهم، يعني بطحنهم كويس. تمام. وبحطهم، باخد شويه كميه برضو من الزيت اللي كان مركون على جنب بتاع البصل المتحمر، وبحمر فيها التوم زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، ومعلقه كزبره بقى جميله كده بعد ما التوم بتاعنا اتحمر. تمام. وعليهم رشه من الخل تحفه ما شاء الله، حبه صلصه كشري جمال جدا جدا. في الوقت ده حبايب قلبي بقى كان معايا صلصه جاهزه. يعني ايه جاهزه يا ام انس؟ يعني متسويه جاهزه على النار، مش محتاجه ان هي تستوي معايا. تمام. في الوقت ده حبايب قلبي بقى عشان الصلصه بتاعتي جاهزه ما خدتش معايا وقت نهائي، عملت ايه بقى؟ لقيتها تقيله كده، حابه ان انت خفيها بشويه ميه، ما فيش اي مشكله عادي. وفي نفس الوقت حبايب قلبي بتكون جميله جدا وطعمها رائع. بصوا بقى حبايب قلبي، ركنت الصلصه بتاعتي على جنب، وتعالوا نعمل شويه شطه لزوم الكشري الجميل بقى. ال... بصي شطشطي بقى كده وخلي الجو ريحته كده واعطسي حاجات كده الشطه بتعملها فينا. معايا بقى حبايب قلبي كده برضو معلقتين 3 من الزيت على النار، وعليهم معلقه كبيره من الشطه. تمام. يغلوا كده في بعض، وبزودهم حبايب قلبي، وبزودهم بقى معايا كرنيب من الصلصه بتاعي اللي انا عملته. وفي الوقت ده بتكون جاهزه معايا بقى. عملت كمان شويه توميه، يعني ايه الدقه بتاعت الكشري كده اهي، جميله جدا جدا جدا. هقولك عملتها ازاي. جبت ليمونه، وجبت كمان معلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون،
وحطيت عليهم حبايب قلبي يعني كوبايه ميه سخنه. تمام. وكمان فصين 3 توم مهروسين كويس، وقلبت كل المكونات ديت على بعضيها. و- وبتكون الدقه بتاعتي ديت جميله جدا. خدت معلقتين 3 من الدقه ديت، حطيتها على الشطه بتاعتنا الجميله كده، تخلي ريحتها توم كده وجميل، بسم الله ما شاء الله. معاكي شويه كشري بقى، هتاكلي صوابعك وراهم، يعني هتاكلي صوابعك وراهم، بسم الله ما شاء الله، مفيش كلام بعد كده خلاص. الجمال اللي انتوا شايفينه ده. شوية رز مفلفل جميل جدا جدا جدا. شوية مكرونة مسلوقة بطريقة جميلة جدا. بصوا بقى حبايب قلبي، منظر الطبق وشكل الطبق، وكمان ابو انس مستعجلني وعايز ياكل عايز ياكل، قلت اغرف له بقى ايه على السريع كده وانا بصور معاك. حطوا اللايك، وفي حفظ الرحمن يا حبايب قلبي.